المنتف ديال اليوم هي جريمة قتل وقعت في مدينة الدار البيضاء في المغرب، واللي مشى الضحية ديالها جوج ديال الأشخاص، راجل وامرأة، والبوليس لقاوهم مبتوري الأطراف، يعني بلا يدين وبلا رجلين. شنو السبب ديال هاد الجريمة هادي وشكون قتلهم وكيفاش قتلوهم؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد الحلقة. إذا نبداو على بركة الله. مدينة الدار البيضاء كانت واحد العائلة كتكون من أب وأم وتسعود ديال الخوت. 4 ديال البنات كانوا كلهم مزوجين، و4 ديال الولاد اللي من بينهم كريم واللي كان هو الصغير ديال خوتو. كريم كانت عائلته لاباس عليها، وكان كيقابل الخدمة مع الوالد ديالو، وفي نفس الوقت كان كيقرا. اما خوتو الاخرين كانوا كيعيشوا في ميريكان. كريم بقى على هذا الحال الى حتى كمل 18 عام، وغادي يمشي عند خوتو لامريكا باش يكمل قرايته. وبالفعل غادي يقرا مزيان، ومن بعد غادي يفتح واحد المشروع ديالو تما، وغادي يبقى يجي للمغرب مره في العطل والمناسبات. وكان كان مسك عليه الله. كريم فيما كان كيجي للمغرب كانت الوالده ديالو كتجبد معاه الموضوع ديال الزواج، كانت باغا تزوجو. وكريم كان رافض هذه الفكره هذه بالمره، لكن الوالده ديالو اللي في راسها. المهم الامور بقات على هذا الحال الى حتى غادي قرر كريم انه يرجع للمغرب في مره واستقرت في البلاد. وبالفعل دخل المغرب وشرى واحد القطعه ارضيه وبدا كيبني فيها. الوالده ديالو ملي لقاتو حداها زادت كتلح عليه في الموضوع ديال الزواج، وبقات عليه نهار على نهار، ودخلت حتى خواتاتو في الخط باش يقنعوه. كريم واخا كان راسو قاصح، ولكن بالالحاح ديال الوالده ديالو وخوتو قرر يعني في الاخر انه اقتنع بانه باش يتزوج. وكريم كان عنده في ذاك الوقيته 39 عام، ودبروا ليه بنت عمو باش يتزوج بها، واللي كان عندها 18 عام وكانت سميتها ليلى. الوالده ديالو وخواتاتو كانوا واقفين بيديهم على الكبيره والصغيره باش يكمل هذا الزواج. وفعلا كريم تزوج بليلى وسكن واحد المده مع عائلته على بيد من تكمل دارو بالبني. دازت مده وليلى كانت فرحانه براجلها اللي كان مهلي فيها وفي عائلتها، وكانت غير كتشكر فيه. المهم من بعد ما دازت المده ديال عام، غادي تكمل الدار ديال كريم من البني، وغادي يهز ليلى وغادي يمشيو يسكنوا في دارهم الجديده. من بعد ما تحولوا للدار الجديده بواحد المده قصيره، ليلى غادي تبدا تلاحظ شي تصرفات وشي طلبات من عند راجلها اللي كانوا ماشي عاديين. وكان كيبغي يصور العلاقه الحميميه اللي كانت كتجمعهم في بيت النعاس. وليلى هاد الشيء هذا ما جاهاش عادي، ولكن كريم كان كيقول لها باللي هي مراته وهو من حقه يدير معاها اللي بغا. ليلى دوزاتها بكاس ديال الماء وبقات غاده الامور الى حتى بدات كتطور، وبدا كيحاول يقنعها بلا خصهم يدخلوا ناس اخرين معاهم في العلاقه الجنسيه. ليلى ما تقبلاتش هاد الشيء هذا، وهزت حوايجها ومشات لدار والديها وعاودت كل شيء الوالده ديالها. لكن للاسف الوالده ديالها قلبت فيها وقالت لها: واش باغيه تطلقي؟ راه ما عندناش نساء هنا كيطلقوا، وراه ما عندك فين ترجعي، سيري لدارك. عطاك الله راجل كامل مكمول وباغا تطلقي، ما عندك فين تجي تدحسي معانا هنايا. الوالده ديالها مات غير في الجانب المادي مع الاسف، وبطبيعه الحال كريم ما كانش كيبخل عليهم في الطلبات ديالهم. المهم ليلى ما لقات ما دير، وكانت باغيه تعاود للوالد ديالها، ولكن منين غادي تبدا ليه؟ وخمات تمشي عند خواتات ديال كريم وحتى مو تعاود ليهم، لكن ما قدراتش، حيتاش قالت مع راسها راه الوالده ديالها وما دارت ليها والو مع الساكنه اخرين. المهم ليلى خمات حتى عيات وما لقات ما دير غير ترجع للدار ديال راجلها ديال كريم. وداك الشيء اللي كان هزت حوايجها ورجعات. وهنا كريم غادي يقول باللي صافي ملي رجعات غادي يدير فيها اللي بغا. كريم كل نهاية ديال الأسبوع كان كيعرض على صحابه وكيجلسوا مع بعضياتهم ينشطوا بالحضور ديال مراته. وكان ساعة كيتعمد يخرج ويخليها مع صاحبه او مع صحابه باش تولف على هاد الاجواء. ويوم على خو بدات ليلى كتولف، وبدا كريم بشويه بشويه كيبليها بالمخدرات الى حتى رجعت كدير اي حاجه كيقول ليها. واذا امتنعت على شي حاجه كان كيقطع عليها المخدرات، وبالتالي كترجع ترغب وتزاوق ودير اللي بغاه هو. ليلى رجعت بحال نقولوا بنات الزنقه، وكل نهار كتلقى راسها ناعسه مع شي واحد في شكل، وكريم حتى هو مع شي وحده جديده. بقات الامور ماشى الى حتى قرر كريم يتواصل مع واحد الوسيطه اللي غادي تبدا تلاقيهم مع ناس مزوجين
باش يتبادلوا بيناتهم. وفعلا كل مره كانوا كيتلاقاو مع كوبل مزوجين وكانوا كيتبادلوا بيناتهم تحت شعار الحداثه وما الى ذلك، وبقاو هكا كيبدلوا الى حتى تلاقاو براجل عنده 60 عام واللي سميتو عزيز، مزوج بمراه في عمرها 39 عام، وكانوا كيعيشوا في لوروب وكانوا كيجيو للمغرب غير في العطل. المهم غادي يتلاقاو كيف ما العاده، لكن غادي تطور الامور فيما بيناتهم وغادي يعطيوها غير للصغير والقصاير والحفلات والزهو النشاط. كريم وليلى كانوا ما كيفوتوش مره او جوج مرات مع شي كوبل، لكن مع عزيز ومراته القضيه طولات. ليلى بدات كتنجذب الاتجاه ديال عزيز وبدات كتخرج معاه بالتخبيه. كريم كان عارف كل شيء لكن ما مسوقش ليها بالمره. ليلى كانت كتلاقى مع عزيز بزاف الى حتى الناس بداو كيشوفوهم مع بعضياتهم، والهضره بدات كتخرج من بعد ما شافوها دايره، يعني دايره ولابسه اللباس ماشي ديال مراه مزوجه وفي شي بلايص متهومين، يعني دي بواط دو نوي ومع راجل غريب. غادي توصل الهضره لعائله كريم وهما بدورهم غادي يزيروا السمطه معاه، يعني غادي يسمعوا ليه الهضره مزيان وغادي يقولوا ليه حكم مراتك راه كل شيء كيهضر عليها. كريم غادي يتعصب وغادي يشد على ليلى وغادي يقطع عليها كل شيء، يعني حتى الخروج وكل شيء. ليلى هنا غادي تواجهه وغادي تقول ليه باللي هو السبب في هذا الشيء هذا كامل اللي وقع، وهي عندها تسجيلات اللي غادي تفضح كل شيء لعائلته اذا ما تفارقش عليها. هنا كريم غادي يتبلبل وما غادي يلقى ما يدير. هنا ليلى غادي تجمع حوايجها وغادي تمشي تسكن مع عزيز. من بعد شهر من هذه الحادثه هذه غادي يقرروا العائله ديال كريم يجيو يزوروه في دارو، ويعني هما ومراته، وغادي يتفاجئوا باللي ما كايناش ليلى. ومن بعد ما غادي يسولوا الخدامه غادي يعرفوا منها باللي ليلى هذه شي شهر والزياده وهي مخاويه الدار. الوالده ديال كريم غادي تسولو وغادي تقول له فينا هي، غادي يقول لها كاع ما عارف. هنا غادي تقول له اش هاد الحاله، واش انت راجل ولا شنو؟ انت مراتك كاع ما عارف فينا هي. عندك جوج حوايج، يا اما غادي تجيب مراتك وغادي تحكمها او لا تطلقها وهنينا من هاد الشوهه هادي. هنا كريم غادي يترون، ما غيقدرش يجيب ليلى لانها صافي خرجت على الطاعه ديالو، وما غيقدرش يطلقها حيت تقدر تفضحو مع عائلته. هنا غادي يبدا يفكر شنو غادي يدير، ومن بعد غادي يقرر انه يمشي عند ليلى. هنا كريم غادي ياخذ واحد القرعه ديال الشراب وغادي يمشي يدق في الدار فين كاينه ليلى. غادي تفتح ليه الباب وغادي يقول لها باللي يعني ما تقلقيش، راه انا جاي غير باش نصفيو النفوس ونصلحوا اللي وقع بيناتنا. هنا ليلى غادي تثيق به وغادي تدخلوا للدار عند عزيز وغادي يتعشاو مع بعضياتهم وغادي يشربوا من القرعه اللي جاب ليهم كريم. كريم ما شربش، دازت شويه ديال الوقت وهما يغيبوا بزوج. كريم كان داير في القرعه واحد المنوم قوي، هنا غادي يطعنهم في جهه القلب وغادي يقتلهم. من بعد غادي يدخلهم للطواليت وغادي يقلع عليهم الراس واليدين، يعني غادي يقطع عليهم، غادي يقصهم، غادي يقطع عليهم الراس واليدين بجوجهم باش ما يتعرف يعني على حتى شي واحد على الجثث ديالهم. من بعد غادي ينزل لطوموبيلتو وغادي يجيب مواد ديال التنظيف وغادي ينظف الدار والطواليت مزيان من داك الدم، وغادي يدير الجثث في المجمد يعني في الفريزر ديال الثلاجه في الدار ديال العزيز. والاطراف غادي يديهم معاه، يعني غادي يدي لهم كل شيء وهذاك التليفونات والحوايج وكل شيء. هنا كريم كان عارف باللي مرات عزيز مسافره وما كايناش في المغرب، وباللي هي مزوجه بعزيز وبحال اللي ما مزوجاش، ويقدروا يبقاو مده طويله ما يتشوفوش. المهم كريم غادي يبدا في الاجراءات ديال الطلاق وغادي يقول باللي مراته غادرت بيت الزوجيه ومشات مع العاشق ديالها، وحتى واحد ما عارف فينا هي، وحتى عائلته غادي يشهدوا معاه. المهم غادي تدوز 6 شهور مور هذا الحديث. واحد النهار غادي تقطع الضوء في البلاصه فين كان ساكن عزيز، والجيران غادي يبداو يشموا ريحه الجيفه وغيتصلوا بالبوليس. هنا البوليس اول ما جاو لقاو الريحه جايه من الثلاجه واللي كانوا فيها جوج ديال الجثث بلا ريوس وبلا اطراف. هنا غادي يقوموا بالمعاينه ديال مسرح الجريمه وغادي نقلوا الجثث باش للطب الشرعي باش يتم المعاينه ديالهم. وبدا التحقيق. اول واحد تم التحقيق معاه هو العساس ديال العماره. غادي يقول لهم باللي مول الدار سميتو عزيز وهذه مده ما بقاش كيبان، وباللي مراته مشات مسافره وبقات مع عزيز واحد البنت. هنا غادي يسولوه
واش كانوا غير بجوج اخر مره اولا كيجيو عندهم شي حد، يعني واش كانوا الناس كيجيو لعندهم ولا كانوا غير بوحدهم. انا غادي نقول لهم باللي الدار ما كانتش كتخوا، وكل مره وشي واحد كيدخل الدار، يعني كانت الدار كانوا الناس داخلين وخارجين. فهاد الاقوال غادي تكون مطابقه مع الاقوال ديال الجيران. المهم البوليس غادي يشكوا في مرات عزيز كمتهم اولي، والدافع كان هو الخيانه. المعلومات كانوا قليله عند البوليس، وتقرير الطب الشرعي ما حددش يعني الوقت ديال الوفاه، حيتاش الجثث بقاو في المجمد مده طويله، ومن بعد ما تقطع الضوء الجثث تحللوا. المهم البوليس كمل في التحقيقات، ومرات عزيز غادي تجيب الخبار وغادي تقرر انها تجي للمغرب، وفعلا جات، ومع الدخول ديالها للتراب الوطني غادي يقدموها للتحقيق. مرات عزيز غادي تقول باللي العلاقه ديالها مع راجلها كانت علاقه متحرره، وما عندهاش هي مشكل ان راجلها تكون عنده عاشقه، وهي كانت عارفه باللي كانوا عنده عاشقات وعادي بالنسبه لهم. وبان هي مده ديال 8 شهور باش سافرت وعندها ادله، يعني ما هي كانت خارج التراب الوطني. البوليس غادي يتاكدوا باللي ما عندها حتى يد في هذا الشيء هذا، ومن بعد غادي يقرروا يبحثوا في العالم ديال عزيز، وغادي يعرفوا باللي كان كيعجبوا الصهير والزهو. غادي يتعمقوا في البحث الى حتى غادي يوصلوا الواسطه اللي لقات كريم بعزيز. في الاول ما غاديش تبغي تدوي، لكن البوليس غادي يخليوها تعاود ليهم على كل شيء وعلى الطبيعه ديال الخدمه ديالها. هنا البوليس غادي تواصل بالاسماء ديال لي كوبل كاملين اللي كيتعاملوا معاها وعندهم نفس الميول، وغادي يستدعيوهم البوليس، وبالفعل غادي يجيو كلهم يعني ازواج وزوجات وما غادي ينكروا والو. غادي يعترفوا باللي كيعرفوا عزيز، ولكن هذه مده ما شافوه اصلا. كاين اللي تلاقى به غير مره واحده، وكاين اللي تلاقى به جوج مرات، وبقاو كيحقوا مع كل كوبل الى حتى وصلت نوبة كريم اللي كان بوحدو. البوليس غادي يسولوه على مراته، غادي يقول لهم باللي مطلق وكاع ما عارف فينا هي مراته، حيتاش مشات مع العاشق ديالها. غادي طلقوه يمشي بحالته، ولكن الخوف كان باين عليه، والبوليس كانوا مأكدين باللي هو، ولكن ما كانش عندهم الأدلة الكافية. هنا غادي طلبوا من عائلة ليلى يديو شي عينات باش يديروا التحاليل ديال الحمض النووي مع الجثة، وبالفعل غادي يخرجوا التحاليل مطابقين، يعني داك الجثة اللي عندهم هي ديال ليلى. هنا غادي يجي الامر باش يقلبوا الدار ديال كريم. بدات المعاينة، بداو من الحديقة ديال الدار وهما داخلين، وما لقاو والو، كلشي كان هو هذاك الا حتى دخلوا للطواليت. وغادي يلاحظوا باللي الطواليت مقاده مزيان زليجه على زليجه حتى جهه البينوار، وتما وقع بحال واحد الاعوجاج، يعني شي حاجه ماشي هي هذيك، يعني شي واحد ماشي حريفي هو اللي صلح هاد البلاصه. المهم سولوا الخدامه وقالوا لي هاد البينوار هذا كان هنا ولا عاد تركب. قالت لهم باللي كان وقع واحد الفويت، وبإلا كريم جاب في بلاصتو واحد اخر وصلحوا. وهنا غادي يسولوها واش ركبوا بيديه ولا جاب شي واحد، قالت لهم لا لا، هو اللي قاد داكشي بيديه. البوليس غادي يعرفوا باللي كاين تما شي حاجه، غادي يبداو بالحفير، وغادي يلقاو حفره كبيره، وملي غادي يشوفوا شنو كاين غادي يلقاو الاطراف ديال الضحايا في القبص، مخشيين في القبص. هنا تحت الضغط غادي يعترف كريم بكل شيء وغادي يتحكم بالمؤبد. وهنا كنكونوا سالينا هذا المنتف ديال اليوم اللي بدا بتبادل الازواج، اللي هي واحد الظاهره متفشيه في المجتمع، وكملت بجريمه قتل. واضرب لكم موعدا في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.